مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ميت يوم تابنج. والنهارده هنشتغل على الانعكاس. يعني في بعض الاحيان بنكون مقتنعين جدا ان الفكره اللي في عقلنا دي فكره مفيده، بس في نفس الوقت لما بنيجي نشتغل بنكتشف ان الفكره دي هي السبب اللي ممكن تكون معطله البروجريسنج بتاع الموضوع اللي انا آه، عايزه اشتغل عليه. بتنفس مرة واحدة، بدخل في سبعة وبطلع في سبعة، وبشوف إحساس عدم الإدراك إن الفكرة بتاعتي هي السبب في إنها موقفة الموضوع شدته كام، وناخد مسؤوليتنا ونتابع مع بعض. برغم إن أنا ما عنديش إدراك إن الفكرة دي زي مثلا ربنا عايز كده. في بعض الأحيان بيكون الشعور اللي ورا الفكرة دي هروب أو إنكار أو يأس، وبيكون المطلوب إن إحنا نشوف الشعور اللي ورا الفكرة، مع إن الفكرة صح. لكن الفكرة هنا محطوطة فوق انعكاس بحب نفسي أقبلها بدون حدود. برغم إن في بعض الأحيان بتكون الفكرة صح، فأنا بكون مش مدركة إن هي السبب اللي معطل الموضوع اللي أنا شغالة عليه. بحب نفسي أقبلها بدون حدود، برغم إن في بعض الأحيان بتكون الفكرة صح، بس المشاعر اللي وراها بتكون بدل ما هي تسليم وسرندر واكسبتنس اللي هو يحل الحدوتة، بيكون غصب ودينايل وتمثيل اللي هو يردم على الحدوتة. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. في بعض الأحيان بكون شايفة إن الفكرة صح، مش عايزة أشتغل عليها ومش عايزة أحررها، علشان بكون معتقد إن الفكرة دي بتخدمني وبتساعدني. لكن هي في الحقيقة، رغم إنها فكرة بتخدم ناس كتير، لكن هي في الحقيقة هنا هي عبارة عن شيلد بستخدمها عشان أكتم بيها نوع مشاعر ممكن تكون غصب أو رفض للي حصل، أو موافقة على إنه يفضل يحصل بدون ما أشتغل عليه الخطوات اللي تخليه يتحرر. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون. برغم إن في بعض الأحيان بكون مش قادرة أشتغل على الفكرة عشان عندي تعارض. يعني فكرة زي ربنا عايز كده دلوقتي، بحس إن أنا ما عنديش مساحة إن أنا أشتغل عليه، عشان أنا كده هبقى بعترض على أمر ربنا. فبضطر إن أنا أكتم مشاعري الحقيقية تجاه القصة، وابتدي أصدق الجملة اللي بتقول إن هو ده اختيار ربنا في اللحظة، وهو في الحقيقة هو ده اختيار ربنا في اللحظة. بس اختيار ربنا ليا في اللحظة بيكون تطبيق لقانون الكون، قانون التناغم. هي دي الأحداث المتناغمة مع المحتوى الفكري والشعوري بتاعي في اللحظة دي. ربنا عايز كده دي مش معناها إن ربنا عايز لي الحدث ده، معناها إن أنا واقفة في النقطة
اللي قدري فيها بينادي على الحدث ده. والحدث ده جاي دلوقتي علشان أنا ليا درس محتاجة إن أنا أخده في الحدث ده. إرادة ربنا ليا إني آخد الدرس، مش إني أمر بالحدث. برغم إن أنا عمري ما أدركت إن إرادة ربنا ليا إن أنا آخد الدرس، أتعلم الدرس، مش إني أمر بالحدث. بدليل إن أنا لو حررت المعتقد اللي ورا الحدث في جلسة، وخدت الدرس في مساحة آمنة جوه السيشن، فأنا ممكن ما مرش بالحدث. برغم إن أنا مش فاهمة إرادة ربنا معناها إيه. إرادة ربنا ليا هي إني أتطور من خلال الاختبار. الاختبار ده ممكن يكون اختبار خير أو اختبار تشالنج، على حسب معتقداتي وطريقتي. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون. برغم إن أنا بفسر ربنا عايز كده على إنها حاجة بتحصل غصب عني، وده جزء من التعارض الموجود جوايا، اللي بيقول لي إن طالما ربنا عايز كده فإحنا ما ينفعش نشتغل على ده. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون. برغم إن إحنا ينفع نشتغل على أي حاجة طول ما عندنا التسليم التام لله وحده لا شريك له، وطول ما عندنا الإدراك والتأكد إن الأحداث اللي بتحصل لي دي هدفها إن أنا أتطور وأرتقي في الحياة وأكون شخص أحسن. ربنا عايز كده للنسخة الحالية مني. ولو كنت وافقت إن أنا أحرر النسخة الحالية مني في مساحة آمنة، فكان إرادة ربنا ليا بتتغير بحسب درجة نجاحي في الاختبار، درجة الرضا والتسليم وإدراك الدرس اللي أنا دخلت التحدي اللي قبل ده عشان أقدر أتعلم. برغم إن أنا دلوقتي بقيت مدركة إن أنا محتاجة أحل التعارض، محتاجة أكون عارفة إن أي حاجة ربنا بيخليني أمر بيها الهدف منها إني آخد درس معين، وإن أنا بمر بالتحديات دي عشان أنا ما خدتش الدرس قبل ما التحديات توصل للدرجة دي. اللي ربنا عايزه هو إني أتعلم الدرس، إني أكون أكثر رحمة مع الناس، إني أكون أكثر تسامح، إن يكون عندي تقبل أعلى للناس اللي هم بيتصرفوا غلط، أو بشوفهم بحكم عليهم إنهم وحشين أو بعاد عن ربنا أو أخلاقهم وحشة. اللي ربنا عايزهولي هو الرحمة وإني أكون مسار للخير. وطول ما أنا لسه ما قدرتش أكون مسار للخير والتقبل الغير مشروط، فأنا بفضل أتعرض للتحديات وبقول إن ربنا عايز كده. وفعلا هو ربنا عايز كده للناس اللي واقفين في المساحة اللي أنا واقفة فيها ودرجة الوعي اللي أنا واقفة فيها. هي دي أحداث حياتهم.
بس في الوقت اللي أنا بختار إني آخد فيه الدرس بتاعي وأبطل العند والإصرار والتمسك وكل المعاني بتاعت العالم المادي، وربنا يشوف مني إني بقيت شخص أحسن، فأحداث حياتي هتتغير حسب قوانين الكون. هيبقى عندي احتمالات أحسن، وبرضه ربنا هيبقى عايز كده. أنا الآن بختار إني أحرر التعارض بين الجملة اللي في عقلي اللي بتقول إن ربنا عايز كده، وبين حريتي في إني آخد الدرس بطريقة سهلة وأتجنب التحديات وأحب نفسي تماما وأقبلها بدون. بتنفس مرة واحدة، بدخل في 7 وبطلع في 7، وبشوف عدم الإدراك اللي بدأنا بيه باقي منه كام. لو أكتر من 3 بعيد السيشن تاني، لو أقل من 3 بعيد السيشن بكرة.